خلاص ما دول بيكتبوا. ايه؟ لا لا خلاص دول كتبوا، يعني الهدف حصل بالفعل يعني. دنيا اعتقد كده. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. طيب الحصه الثانيه من المراجعه هنراجع على البراجرافات او كتابه البراجرافات عموما يعني. فهي حصه مهمه يعني، فقلنا ان ايه نقيدها علشان من ايه تبقى معانا يعني. فهنتكلم عن كيف بدأ البراجراف، كيف بدأ البراجراف، وبالتفصيل كده نجيب واحده واحده عشان نفهم فكرته ايه. كالغيث كن أملا وجد من دون مقياس. طيب انت اولا لما تيجي تخش الامتحان انت شخص من اتنين، يا شخص خفتجي بصمجي طعمجي ما انتش عارف اي حاجه في اي حاجه، يا شخص عارف وفاهم ومقدر البراجراف وتعرف تتعامل. طيب فلو انت هذا الطعمجي اللي مش فاهم اي حاجه، هنشرح لك ازاي تعمل باراجراف بطريقه تنقذك ما تغرقش. ولو انت فاهم الدنيا تمام برضو الطريقه الثانيه اللي هتنفعك. كيف بدأ الباراجراف؟ الموضوع كله بدأ بحرف، هذا الحرف جاب معاه حرف، جاب معاه حرف، جاب معاه حرف، فتكونت الكلمة، ومن هنا بدأت الكلمة. ولكن الإنسان مش هيتكلم بالكلمات، فجاءت الكلمة جوار الكلمة جوار الكلمة فكونت ما يسمى بالجملة، ثم جاءت الجملة تحت جملة تحت جملة تحت جملة فكونت ما يسمى بالفقرة، وهذه الفقرة هذه الفقرة وضع لها أسس فتحولت لباراجراف، ألا وهو الباراجراف. وده بدأ معاكم تقريبا في 5 ابتدائي. الفقرة علشان تتحول لباراجراف لها أسس، هذه الأسس هي اللي بتبوظ لنا الدنيا. تعالى بالراحة اما نفهم ايه الأسس دي اللي نمشي عليها فنكتب باراجراف نظيف. محتاجين 6 خصائص أو 6 نقاط عشان تضمن درجة الباراجراف السليم. طيب أولا عشان نبقى فاهمين، انتوا هيجي لكم باراجراف؟ في الغالب لا، في الغالب لا. المفروض انتوا في ثانوي بيجي لكم مقال. ايه الفرق بين الباراجراف والمقال؟ هنوضح برضه، هنوضح كل حاجه. بس خلينا نبدا بالباراجراف. ليه؟ لان هو في ثالثه ثانوي اصلا لغى المقال، رجعهم للباراجراف، يعني صغر الدنيا شويه. وانتوا السنه دي المفروض يجي لكم مقال، ممكن فجاه يجي لكم باراجراف بس كبير شويه، فاحنا مش عارفين منين بيودي على فين. فاحنا هنشرح الايه؟ الاثنين ونبقى في المضمون. طيب الاول خلينا نيجي لايه الخطوات اللي المفروض نتبعها علشان نعمل باراجراف نظيف بدون اي اخطاء. اول حاجه طبعا الا وهي الخط. مشكله معظم الناس في الباراجراف خطها حرفيا. من سنتين تقريبا، من دفعتين ولا حاجه، في شكوى جت من فوق ال 80% من المراقبين اللي بيصححوا في امتحانات ثالثه ثانوي ان الباراجراف بتاع العيال ما يتقرأش. هم مش فاهمين حاجه، مش ان العيال كاتبه غلط، هم مش عارفين العيال كاتبه ايه اصلا. خلي بالك دي كارثه. فنكتب بخط كويس عشان ربنا يكرمنا. يبقى اول حاجه الخط، حسن خطك عشان ربنا يكرمك ويسترها عليك. طيب تاني حاجه السبيلنج، الاملاء. يعني ايه؟ في ناس تكتب از كده، في ناس بتكتب كيوت كده، في ناس بتكتب الايه مكان اليو وتقول لك انا قصدي ايه بس هي جت يو، انا قصدي يو بس هي جت ايه، او انا بكتبها كده. فالاملاء دي على فكره بتنقص درجه. طيب ايه تاني محتاجين نخلي بالنا منه؟ البنكتويشن، علامات الترقيم. فنخلي بالنا من الترقيم. ايه الترقيم ده يا مستر؟ الترقيم بيتلخص في الاساسيات، خلينا نركز على الاساسيات بتاعته. اول حرف كابيتال، لازم تبدا الجمله بحرف كابيتال. لازم تختم الجمله بفول ستوب. لو كتبت اختصار مستر او دكتور او تي في لازم تعمل اول حرف كابيتال. لو كتبت اسم حد مشهور لازم تعمل اول حرف كابيتال. اسم مكان، اسم حاجه مشهوره، اول حرف كابيتال. اسم دوله. طيب يبقى نقطه البنكتويشن دي نقطه من النقاط اللي بتلخبط ناس كتير جدا في الحروف الكابيتال او في النقطه. وبرده في حاجه كمان زي مثلا ان هي وهي بتعمل حروف الكابيتال احيانا تيجي تقول اي لايك
محمد اند محمود اند ساره اند ليلى، فيقعد يقول اند. فبدل ما تقول اي لايك محمد اند محمود اند ساره اند ليلى اند سلوى، اي لايك محمد كوما محمود كوما سلوى كوما وهكذا. فعلامات الترقيم من ضمن الحاجات المهمه جدا، ان معظم الناس بتعملها غلط او بينسوا النقطه بيكسلوا، وده اللي بيخلي الناس تبقى نقله من المبرشمه اصلا وتنقل بس من الغلط. ليه؟ ما عملش حروف الكابيتال، نسي النقطه، نسي حاجه، فبوظ الدنيا. معظم الناس ما بترتبش افكارها. ترتيب الافكار. ترتيب الافكار، يعني ايه ترتيب الافكار يا مستر؟ يعني مثلا انا دلوقتي بتكلم ان انا صاحي من النوم الساعه 7، فبحكي حياتي مثلا. صحيت الساعه 7، فطرت، اتغديت، مش عارف ايه، قعدت احكي 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 احكي. فجاه جيت عند الظهر كده او جيت عند العصر، خلاص الغدا جه، فجاه رحت قايل لك ايه، وامبارح اتسحرت مثلا، سافرت، والساعه 2 بالليل مش عارف ايه. فهو كان ماشي معاك بريتم، سابك في النص وايه، طلع يجي عامل زي اللي يقول لك ايه، سيب نفسك والميه ترفعك، فهوب ترفعك، فانت تسوح. فهو انت ماشي معايا في سلسال، امشي وراه، ما تبوظش الاحداث. مشكله نقطه الترقيم ومشكله نقطه الترتيب والاملاء والخط، يعني الاربع مشاكل دول يتحلوا بطريقه واحده. يتحلوا بطريقه واحده، لو مشيت عليها هتحلها لك. بس خلينا نكمل عشان نبقى ماشيين في السياق، وبعدين نقول الحل ايه؟ الحل اجمالا. المشكله برضو الخامسه اللي ممكن تنقصك درجه، اللي هي الربط. الريلاتيفنس، ربط الكلام بالموضوع. المفروض دي حاجه بديهيه، يعني المفروض دي حاجه بديهيه جدا ان احنا نربط الكلام بالموضوع. يعني مثلا الله يمسيه بالخير، كان واحد عندنا في الجامعه الدكتور حكينا عليه، تقول له مثلا ايه، توك اباوت يور اكتيفيتيز، اتكلم عن الانشطه اللي انت بتعملها في الاجازه. فقال لك اي دونت جو اوت ا لوت، اي سيت ات هوم، انا بدني قاعد في البيت ما بروحش في حته. طب ايه يا صاحبي مالك في ايه؟ مالك يا صاحبي في ايه؟ ولا الواد حكشو في ثانيه اعدادي، الواد بيقول له خد يا ده احفظ الباراجراف ده اللي جاي في الامتحان. حافظ الباراجراف، مشي ورا سين وحفظ الباراجراف. باراجراف عن الحيوانات، حديقه الحيوان. دخل الامتحان لقى الباراجراف عن زياره المتحف. والله يا جماعه اي ونت تو ذا ميوزيوم اند ات واز كلوز، رحت المتحف لقيته قافل، سو اي ونت تو ذا زو، فرحت حديقه الحيوان، وراح حاكي. خلاص هي تربست معاه، تربست معاه على كده. النموذج الثاني كان في حته ثانيه، نموذج ثاني، اكتب يا عم الحاج، هو الزو اللي جاء ما حرمش ما اتعلمش من اخوه. دخل لقاه بيقول له زياره مزرعه عم. والله ماي انكل دازنت هاف فار، بس اقول لك وي ونت تو ذا زو، بس احنا رحنا الحديقه، اقسم بالله هحكي لك رحله تحفه. ويقعد ايه، يحكي له هذه الرحله. فده غلط طبعا، ما ينفعش ان انت تخرج عن السياق. ما بين قوسين ده زيه زي اللي بينقل القطعه، وزيه زي اللي كل جملتين يكررهم تاني، يعني هو نفس الشخص اللي بيعمل كده، وده غلط طبعا. ما ينفعش تخرج عن السياق لدرجه، انت عارف لدرجه الدقه، لو هيقول لك مثلا اوصف المدرسه، عارف انت لو رحت حاطط في النص جمله زي اي لايك سكول مثلا، دي ممكن المفروض نعتبرها بره. ليه بره؟ لان هو بيقول لك اوصف المدرسه، احنا مالنا بيك؟ احنا مالنا بحبك للمدرسه؟ المفروض تركز على المدرسه بفصولها بدكاكها بكراسيها كده. جميل جدا. فالربط ده ممكن يغير منك درجه، ما يغيرش منك الباراجراف كله. ما انت ما ينفعش تكتب في حاجه وهو يكتب في حاجه ثانيه. ثم تخيل، احنا مش بنكلمك بجد، يعني هو مش عايز قصه حياتك بجد، هو بيقول لك تخيل. طيب ايه تاني برضو ممكن الناس بتغلط فيه؟ القواعد. قواعد الجمل، يعني ايه؟ ركز انت بتحكي في انهي زمن. ركز انت بتحكي في انهي زمن. يعني انت دلوقتي بتحكي في المضارع، تركز في المضارع. بتحكي في الماضي، تركز في الماضي. ما تقعدش تشقلطني. الا اذا قال لك قارن ما بين حاجتين في الماضي وفي المضارع، فلما تيجي تنقل نقله سليمه. يعني ايه؟ تقول اون وان هاند في زاويه ما وتحكي المضارع، اون ذا اذر هاند وفي الزاويه الاخرى وتحكي الماضي كده. انما ما تروحش مدخل الاثنين في ايه؟ الاثنين في بعض. جميل جدا. فبرضو الازمنه مهمه جدا وبتضيع درجه ان ما كانش اكتر. الكم هي مش بتتحسب بالكميه بالحرف، يعني اللي هو ايه، 100 كلمه هيقعد يعدهم؟ يا راجل ده لو ذكاء اصطناعي مش هيقعد يعدهم لك، صلي على النبي. بس ده الذكاء الاصطناعي لما تيجي تطلب منه حاجات يقول لك الكم اللي انت طالبه ده كتير، هجزئه لك، عديها. فهي بتتحسب بالحب كده، اللي هو مثلا ايه، 100 كلمه، يعني الجمله تعمل لها 5 كلمات، يعني تعمل لها 15 20 جمله، وبتعدي كده بالحب كده، بالوزن كده. المهم الباراجراف يبقى ماله وهدومه كده عليه القيمه، انما مش ايه، فاهمني؟ مش هتلصق. طيب يا مستر، ياتي السؤال. انا عشان اركز في كل ده وانا بكتب، ده انا اصلا اول ما بخش
المح عنوان الباراجراف، عارفاه؟ ما بتصدق تلمح عنوان، شمت ريحه عنوان هي عارفاه، تجري تكتب. ليه؟ خايفه حبل الافكار ايه؟ تروح هاجر اللي قاعده وراها اولاد محسن حمام حمام. السؤال الثالث يا ابن الامتحان لسه بناخد الورق، لحقت توصل السؤال الثالث من ايه؟ هو خده من دحاج دفعه وجاي لك بقى. فاللي هو طبعا لما حد يندهلك بالطريقه دي بيحصل ايه؟ بيقطع حبل افكارك، فكل سنه وانت طيب. فطبعا ده برضه بيبوظ الدنيا، فاحنا محتاجين ان احنا نركز. ومن هنا تيجي الدرافت. الدرافت هي احسن وسيله لكتابه الباراجرافات وحل الرياضه والتعبير في العربي. يعني هي اصلا طريقه منتشره في مواد كتير، منتشره تحديدا في الرياضه كتير خدتوها، ومنتشره في التعبير في العربي، وكمان بتتعمل بها الباراجرافات. ايه الدرافت ده يا باشا؟ ايه الدرافت ده؟ درافت. مش عارف الدرافت ولا ايه؟ مش عارف الدرافت؟ تسال اسئله غريبه. درافت يا راجل، درافت. قولي لها يا بنت، قولي لها. شوف الهيافه، كتر ما هي حاجه سهله مش عايزه تقولها. درافت، قولي لها. عارفاها بالعربي؟ بالعربي اسمها المسوده. المهم هنتخيل ان دي حته فاضيه في الصفحه اهي، كده كده الصفحه كلها تبقى فاضيه. فنتخيل انا مش بلمح على حاجه، لا قدر الله انتوا هتبقوا بتحلوا بجد الدنيا. نتخيل ان دي ايه؟ ان دي صفحه فاضيه، وانت خدت فيها حته صغيره في جنب اهي، وعملت درافت جميل كده. الدرافت ده بترتب فيه افكارك بالترتيب. يعني ايه؟ انت دلوقتي داخل تتكلم عن باراجراف في زياره لرحله، طالع رحله، تروح عامل ايه؟ هنروح واحد، هنزور، هناكل، هنتفرج، هنعمل، وهكذا. وبالتدريج هتبدا ان انت تحكي تفاصيل الايه؟ تفاصيل ايه؟ ما تطلعش لاي حد عشان خلص. اكيد ما رحتش قلت راجل هات العلبه بس بحب العلب. بنشرح فخلص ست جلام هنا اهو خلصانين الصبح. المهم ايوه انا بحب اعمل الحركه دي. وانتوا بقى بترتبوا الافكار، هاكل، هشرب، هنام، هصحى، هروح، هزور، هشوف. هنا بقى انت هتعمل الموضوع كانك بتترجم، زي ما منا قالت كده، كانك بتترجم. فوانت تنقل بخط كويس، تنقل براحتك. وانت بتنقل تركز في الاملاء عشان الحروف. وانت بتنقل حرف كابيتال، نقطه. وانت بتنقل رتب الافكار عشان الافكار ما تبص منك، وركز ان الموضوع يكون مرتبط بالعنوان. وانت بتنقل ركز في الازمنه، فكر في الجمله صح قبل ما تكتب الزمن. وانت بتنقل اتاكد ان الكميه اللي انت هتكتبها هتكون كافيه عشان ما تبقاش قليله. كتبنا الباراجراف الجميل، حلو الكلام، وربنا كرمنا وجالنا في الامتحان مش باراجراف بقى اصلا، جالنا ايميل نفس اللي احنا عاملينه ده بالظبط كده. تروحي بس حاطه تو، تروحي حاطه فروم، وممكن تزودي سبجكت اللي هي الموضوع اللي انت هتتكلمي عنه، يعني تو الى، فروم من، وتكتبي اسمك واسم مين الشخص اللي رايح له الايميل. طيب فرضا لقينا اسم الشخص اللي رايح له الايميل اسمه لوجي، وانا صاحبتي لوجي دي احنا متخاصمين عشان لوجي واحنا في ثالثه ابتدائي تفت على سندوتش الجبنه بتاعي، فانا ما بكلمش لوجي، فانا مش كاتبه لوجي يا مستر. نعمل في الموضوع ده؟ معلش تعالى على نفسك واكتبي الاسم اللي موجود. طب انا مديني اسم ولد وانا بنت، لا ما اسمحش، اخلاقي ما اسمحليش، معلش تعالى على نفسك. طب انا مديني عصمت وانا راجل، معلش تعالى على نفسك واكتب اسمك وبتاع. انا واخد بالي ان هو اسم شاذ ينفع للاثنين. عملنا تو فروم، كتبنا من والى، كتبت باراجراف عادي يورز حبيب قلبك، وتروح كاتب ايه؟ اسمك. وممكن تحط في النص هنا دير عزيزك وتكتب اسمك تاني. فهو اللي بيزيد في الايميل 4 كلمات: تو فروم دير يورز. دير ده اللي هو حبيبك وتكتب اسم الراجل، يورز يعني صديقك وتكتب اسمك. فده لو انت هتحول الباراجراف لايه؟ لايميل. طيب ما جاش ايميل، يعني هو الباراجراف نقدر نقول على نفس الايميل تقريبا. في ناس بتحب دايما تحفظ مقدمات كده، ان مش عارف ايه، هاو ار يو اند يور فاميلي ومش عارف ايه والكلام ده، عشان تحطها في الايميلات وكده. ما لهاش قيمه، انت خش في الموضوع. ليه؟ الموضوع له 3 افكار. اي باراجراف في الدنيا، اي ايميل في الدنيا له 3 افكار. اول حاجه الفكره الرئيسيه، دي اللي هي ايه؟ اللي بتبدا بقى الحوار. تخيل مثلا انه بيقول لك توك اباوت ووتر، تتكلم عن الميه. باراجراف الميه ده هتتكلم فيه عن اهميه الميه مثلا، يبقى المقدمه water is the source of life we can't live without it. نقطه. الماء سر الحياه، ما نقدرش نعيش من غيرها. ورحت حاطط دي كده اسمها مقدمه، دي كده اسمها دخله. انما الناس اللي تقول لك ايه،
this subject is more important than we have to talk about، ان هذا الموضوع مما لا شك فيه ان هو مهم جدا ولازم نتكلم عنه ما ينفعش نسيبه، ويقعد يعمل كده. ده هاكس طبعا، ملوش اي قيمه، ملوش اي قيمه، عامل زي اللي يحلي قبل ما ياكل. فهو كانه كل بس هو ما كلش، هو سد نفسه بس. فانت عمال تهري 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 وكله ملوش اي لازمه. فخش بس، ما تقعدش تطبل وتغني، خش في الموضوع. في الموضوع بقى ذات نفسه لازم توضح لي ليه المقدمه دي. يعني خلاص العنوان المقدمه فتحت لي الباب بتاع ايه؟ ان الميه هي 1 2 3. تمام، وضح لي بقى الكلام ده فين؟ في الافكار، الموضوع نفسه. يعني ما ينفعش تقول الميه مهمه وتقعد وانت في الموضوع ما تحكيليش ليه الميه مهمه. لازم تقول بقى بنستخدمها في 1 2 3 ليه؟ عشان بعد ما تخلص الافكار بتاعتك في الموضوع تروح جاي في الختمه قايل ايه؟ ان تو سم. وعشان نلخص يا جماعه، مش الختمه بقى ان ويا رب الموضوع يعجبكم ويروح يا رب ربنا يستركم دنيا واخره وذيس امبورتنت سبجكت اي هاف ويقعد يحكي بقى ان هو تعب لا مش كده، تمشيش كده، ما تحسبش كده والله صح. المهم يعني، فتيجي في الختمه تختم الليله دي كلها واي از ووتر امبورتنت، ليه الميه مهمه، ونعمل ايه بقى؟ دي نصيحه كده اللي هو اختم الليله، ادي نصيحه، ادي حاجه حلوه يعني. دي الفكره العامه. فرضا طلع قال لك انا عايز ايه؟ مقاله. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ببساطه ان الجمله اللي هي كانت مقدمه دي هيبقوا 5، هيتحولوا ل3 4 جمل. هيتحولوا لايه؟ ل3 4 جمل. ده كح من دلوقتي، استني ايه دي؟ مش كحه، مش دلوقتي، اصبروا شويه. الخمسه الموضوع اللي هو مثلا كان 5 6 7 جمل هيكبر شويه، هتكتر الافكار يعني. والختمه اللي كانت جمله ولا جملتين هتكتر برضو شويه وهتبقى برضو 5 6 جمل. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل فوق انك بدل ما تقول الميه مهمه هتقول الميه مهمه، الميه ضروريه للحياه، الميه لها مصادر متعدده، الميه بتيجي في اشكال معينه ممكن احنا نختلقها، ممكن نغير شكلها، اللي هو هتديني ملامح عن اللي انت داخل تتكلم عنه. وتاخد بقى الاربع 5 افكار اللي انت كتبتهم دول، تكتب بقى عن كل واحده منهم جملتين 3. هو ده الموضوع. وتيجي بقى في الختمه تروح خاتم اللي انت عملته في الموضوع والباراجراف. فنقدر نقول ان المقاله هي عباره عن باراجراف بس كبير شويه، او 3 باراجرافات متوسطي الحجم، كانها كذا مقاله يعني، كذا باراجراف يعني. فنقدر نقول ان الباراجراف هو الصوره المصغره من المقاله. الصوره المصغره من المقاله كان لها تعريف اللي يقول لك بتبقى من 3 تقريبا ولا تزيد عن 6. فهي حاجه في النص كده، فخليك في 3. خير الامور الوسط، مقدمه موضوع الا اذا لو الموضوع اللي انت بتتكلمه ده التكنولوجيا في الماضي والحاضر او وسائل النقل في الماضي والحاضر، تروح عامل مقدمه جملتين او 3، وتروح عامل موضوع يتكلم عن الماضي وموضوع يتكلم عن المضارع، 5 جمل في 5 جمل تفصلهم عن بعض كده، وفي الختمه في الاخر تلم الليل. ده ببساطه لو انت بتفهم اللي انا قلته كله ده، لو انت فاهم ازاي هتعمل الكلام ده. طب انت طعمجي كفتاجي ما انتش عارف اي حاجه، نعمل ايه في الحاله دي؟ في الحاله اللي زي دي هنتخيل شكل باراجراف ثابت، وهتروح حافظ الجمله اللي هي سفو اللي هي SVO. سفو، لا مش سفو عليك هي سفو بس. نظريه السفو هي نظريه للطعمجيه اللي كده بيخش ينقل الباراجراف في القطعه، والقطعه في الباراجراف، والاكمل في الاخطر، والاخطر في الاكمل، ويجي عند القصه ينقل السؤال في الاجابه. عارف انت اللي هو كده الدنيا خربانه، بيلوش ماشي لا وبينجح. مش كده، ده هو اللي بينجح، مش عارف ازاي. تقريبا بيصعب على المصحح، ده الحل الوحيد يعني. فنظريه السفو مبنيه على ايه؟ انت لسه مخترعها طازه العصر. لا ما تقوليش كده يا بنت، احنا اهل، انا بسخن بقى من الصبح عشان نستنيكم. المهم يعني نظريه السفو، الاس والفي والاو. حيث ان الاس ما رضيتش اشرحها بنظريه السنه اللي فاتت، قلت اجدد يعني. حيث ان بس هي الحياه مش سهله كده دلوقتي، في ناس كتير محتاجين نشرح لهم النظريه دي، ووش الوش يعني يجيبوا كده تعالى نشرح لك باراجراف. المهم الاس ترمز لايه؟ ترمز لسبجكت اللي هو الفاعل، والثانيه اللي هي الفيرب اللي اتعمل،
وده الايه؟ الاوبجكت المفعول. ايه لما تقول فاعل وفعل ومفعول؟ ايه بقى اسفل دي مش فاهمه. اين التميز؟ اين التميز؟ وبعدين هم قالوا لنا في التربوي في اسس التربيه يجب ان تشرح القاعده بما يتناسب مع الواقع، والواقع محتاج كده دلوقتي. لازم تربط القاعده بحياه الطالب. انا لو قلت لك subject and verb and object مش عارف ايه، في الغالب انت هتلتي معايا عند مش عارف ايه، يعني هتلتي معايا من الاول زحلين. فانا بنحاول نبسطها عشان تلزق في دماغك. كل ما تتضايقي من حد هتفتكريها، كل ما هتنفعلي هتفتكريها، كل ما تفكري في الانجليزي هتفتكريها. ده المطلوب منها يعني. وهو بنجرب طرق جديده كل سنه لحد ما نشوف ايه اللي هيتناسب معانا. المهم جبنا الفعل والفعل المفعول. في الغالب انت يا بتتكلم عن نفسك يا بتتكلم عن شيء غير عاقل. عيب، احنا اهل. لا احنا اهل، مفيش بينا الكلام ده. احنا مش هناخد بكل ده، انت بجد حاجات محفوظه. بصمج لي يابا، بصمج لي يابا، سيبك من انت، احنا مش عايزين نفهم. انت بتتعب نفسك مش بتاع المذكره عملتها بالفعل بتاعت ثالثه اعدادي، بدات بثالثه اعدادي. كل سنه بيعمل مذاكرتها 6 باراجراف. ايوه عملت المذكره السنه دي ان شاء الله، بدات بثالثه اعدادي. بس السنه دي بقى عملت حاجه اقوى، يعني ان شاء الله السنه دي هتكون اقوى بحيث ان هي ما يخرجش عنها الامتحان 100%. بس المشكله في ايه بقى؟ السنه اللي فاتت باين كانت 20 ورقه ولا 10 ورقات حاجه زي كده. هي تقريبا 50 ورقه، فيها الست باراجرافات المتوقعين، فيها الست محادثات المتوقعين. توقعت المحادثات السنه دي، قلت اعلي بقى على نفسي 6 قطع. فان شاء الله مش هيخرج عنها فكره، قواعد باراجرافات كلها. فانتوا جايين يعني المفروض اولى اعدادي وثانيه اعدادي عليهم الدور، وانتوا جايين بقى. انتوا ولو ثانيه ليله الامتحان خد الكبسوله ليله الامتحان. يعني اول امتحان والله عشان تبقي متوتره تثبت تخش في دماغك في ساعتها. انت لو كنت بعتها لك قبلها بيوم ما كنتيش ذاكرتيها. شفتي بقى؟ يبقى ما كانش لها لازمه، يبقى انا انقذتك. دي معموله للي انت بتقوليه، ده الطعمجه اللي انت عايزاه. ايوه انا عايزها. بص يا سيدي، هنفترض ان الفعل ايه؟ ده انا هديكي بصمجه تنفع مع كله. انت حاجه بصي تنفع مع كل البراجرافات. احنا هنجيب الفعل اهو، ماشي؟ هنفترض ان بتتكلم عن نفسك، وهتجيبي اشهر 12 كلمه بيتكرروا في المنهج. اشهر 12 كلمه بيتكرروا في المنهج. فيزيت مثلا، استادي مثلا، بلاي مثلا، رن مثلا، ايت، درينك مثلا، استني هوريكي ازاي الطعمجه دي تنفع في كله. استني بس. درينك، رايت مثلا، ريد مثلا، سليب ينام، ووك يمشي. بص يا ستي، هنفترض ان هم ال10 دول. انا هوديك، ما انا عارف الناس ما رضيتش انزل للدرجه دي عشان الغضروف، بس المهم يعني ال10 كلمات دول حلو كده، وتكمليهم باي 10 مفعول من عندك. انت دخلتي لقيتيه بيقول لك كتبنا رحله، يعني انت طالعه رحله، تروحي بالراحه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تحطي لايك وانجوي عشان تبقى ايه الختمه يعني. اهي عشان ما نزعلش مني. استنى انا حاسسهم. المهم، فتخيلوا يقول لك الكلام عن الرحله، تروح قايله ايه؟ انا زرت ورحت هناك لقيت حاجه فذاكرت، كان معايا كتاب ولا رايحه استادي، ولقيت مكان للعب فلعبت. استني بس جاي لك واحده واحده، هجيب لك مواضيع كتير دلوقتي. استني بس شويه بس، استني بس، هيجيب لكم اسهل من كده ايه. وجرينا الرحله يعني كان فيها متعه، فجرينا ويران، وكلنا اكلت حاجه، ودرينك شربت حاجه، كتبت ذكرياتي هناك. تعالي نطبق الطعمجه دي على الصحراء. فيزيت زرت ايه؟ صحراء. بس هنا فسوه. مستر افرض الباراجراف عايز في الماضي، حاجه فين؟ في الماضي. حط ايدي. طب والافعال الشاذه؟ ما هو انت لو طعمجي
كده كده مش هتعرف شاذ ولا مش شاذ، حط ايدي واسكت. انما انت لو فاهم، لو انت واد يعني برنس، تروح عارف ان ايت الماضي ايه، ران الماضي كده. المهم نكمل. نحط فين؟ الصحراء. فتروح مثلا ايه، اي لايك ذا ديزرت. بتتكلم عن الصحراء، مش انت رايح الصحراء. نتكلم عن الصحراء كمكان. اي فيزيتد ذا ديزرت. اي بلايد ذا ديزرت. لعبت في الصحراء. اي ران ذا ديزرت. وكلنا وشربنا واستمتعنا وبتاع. طيب يا مستر، ما هو ممكن الكلام ده ما ينفعش 100%، صح؟ ما هو انت لو طعمجي فده معناه انك كنت هتسيب الباراجراف فاضي. فاحمد ربنا انك معاك حاجه ايه؟ تتكتب. اللي انا قلته في الاول، شرح الباراجراف والتفاصيل وازاي ترتب الافكار، ده للناس اللي داخله تغفل وعندها فكر ومفيش دماغ اصلا، وكده كده انت راجل طعمجي داخل، مفيش كفتاجي داخل، مفيش حاجه. فخلاص اللي هتعمله ايه؟ انك هتحفظ دي وتبصمجها وتهندلها على حسب الايه؟ ومش لازم دول بالذات، يعني مش لازم ال10 افعال دول بالذات، ممكن تنقي انت من وجهه نظرك 10 افعال تانيين يتناسبوا مع معظم الموضوع وانت بتذاكر. فاهمين بالنسبه بقى للنقطه الثالثه اللي انت بتقولها دي، فكره اللي هي ال6 باراجرافات المتوقعين اللي بالطريقه دي، ده انا كمان عليت وعملت حاجه اعلى، اللي هي بعد ما كتبت الباراجراف اللي هو متوقع ان هو يجي في كل وحده، عملت حاجه اسمها اسطمب ثابت. يعني ايه اسطمب ثابت؟ يعني جبت الباراجراف وفرغته. ازاي؟ يعني مثلا الجمله مكتوبه اهي ورحت حذف الفاعل، الجمله الثانيه رحت حازم الفعل، رحت حذف المفعول، قعدت انجر منه حتت كده لحد ما الباراجراف بقى جاهز انك لو جالك اي موضوع في الوحده ده اهي تاخده تحطه فيها وتعدل بقى انت الفراغات دي على حسب ايه؟ تتناسب مع الموضوع. فجايب لك 6 باراجرافات لن يخرج عنهم الامتحان. باراجراف واحد يلم ال6 مواضيع. طب يا حبيبي افرض يقول لك كلام على الحيوانات والبني ادمين، طب ايه يعني؟ والله جايب لكم ال6 باراجرافات بما لا يعني خلاص مفيش. ايوه انا فاهمك، انت عايزه بوقت كافي. ان شاء الله النهارده هحاول اخلص اولى وثانيه اعدادي. ان شاء الله انا خلصت ثالثه اعدادي في يوم، قعدت عليها امبارح لحد الساعه 6 الصبح، فان شاء الله يجي لكم. ايه؟ 2 هحاول. هو انا واخد بالي، هو قصده بس ان الدكه لن تتسع، قصدي مخه لن يتسع لكل هذه المعلومات، اكيد مش قصده الدكه خالص. حضاره بتتوارث جيل بعد جيل، يعني كل جيل يخش يبرشم للجيل اللي بعده. الله يهديكم. طيب بالراحه خالص اهو. انت دلوقتي فهمت اساس الباراجراف لو انت راجل داخل بتفكر وبتفهم، وفهمت اساس الباراجراف لو انت داخل ايه. ديت عايزه بس تك اللي هو الباراجرافات اللي احنا هنجيبه بال6 باراجرافات اللي يتحفظوا دول. فاللي عايز يمشي على السكه دي يمشي. دي السكه اللي هي ايه زي ما قلنا، دي تناسب الناس اللي كده كده بيخش ينقل القطعه من غير ما يفكر. فلا يا عم انا بقول لك اهو فكر. وعلى فكره بتدي درجه لما تكتب جمله منسقه كده متناسبه مع الباراجراف. يعني مثلا تخيل ان هو بيقول لك سافرت مكان مثلا وي فيزيتد وتقول اسم المكان، الحاجات اللي زي دي هتدي درجه، يعني هتبقى كويسه يعني. جميل جدا. المهم قبل ما ننقل لنقطه ثانيه، حد عنده مشكله في الجزئيه دي او حد عنده سؤال في الجزئيه دي؟ كده شرحنا كل الافكار الاساسيه وحلينا تقريبا الكتاب ولفينا على المنهج ككلمات. انت بقى تعمل ايه؟ انت راجع الكلمات الاساسيه اللي في المنهج عشان ان شاء الله وانا بشرح القواعد الدنيا ما تكونش ايه ملمسه. ولو ربنا اراد نبقى نسجلها